السلام عليكم ورحمة الله. أنا النهاردة معاكم سمي مطبخ سامية وبنات. إن شاء الله النهاردة هعمل لكم فطير اللي هو بتاع الفرن الصغير. ممكن تعمليه وتديه للعيال رايحين الحضانة أو رايحين المدرسة قبل ما تشتريه من بره. هوريكم دلوقتي الطريقة. أنا معايا هنا حوالي 2 كيلو دقيق وعليهم رشة ملح ومعايا ماء العجن. أنا هوريكم هعجنه ازاي. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بسم الله. مش محتاج حاجة غير مية وملح بس ودقيق. انا هعجنه تشوفوه دلوقتي. انا هعجنه قدامكم. ومية عادية خالص، مية من الحنفية، مية ساقعة مش مية سخنة. العجينة اهي بعد ما عجناها قعدت اعجن فيها شوية بتاع 10 دقايق اهي. بص تلم خالص اهي اهي. طب انا عايزاها طرية كده عشان تفرد معايا بسرعة. انا جبت صينية ودهنتها زيت كتير عشان انا هقطعها عليها. بس هقولك اقطعها بقى ازاي اهي. اهي لازم تقطعيها على زيت عشان هي اصلا طرية وبتلزق. اهي تحطيها بقى ترتاح ايه ساعة اهي. انا هوريكم هنا حاطه على وشها زيت ومن فوقها زيت وتحتها زيت عشان ما تلزقش في بعضها اهي كده اهي اهي. احنا بقى نشوف دلوقتي الكميه دي هتعمل عدد قد ايه فطير صغير زي بتاع الفرن الصغير كده. انا قطعتهم هم تلاقيه ل5 كور هم حلوين كبار. هم دول متقطعين 5 اهو. هحط بقى عليهم زيت واركنهم برده على وشهم عشان ما ينشفش، واغطيهم برده بحاجه وايه، وهسيبهم حوالي ساعه يخمروا. يعني مش يخمروا يعني يريحوا كده حوالي ساعه. دول العجينه بعد ما ريحت خالص اهي. انا جبت معايا اهي، جبت حوالي ايه يعني كوبايه زبده سايحه، واحط عليها حوالي كوبايه زيت. اهي كوبايه زيت قدامكم عليها اهي. هنقعد بقى ندوب الاتنين في بعض كده خالص، يمتزجوا مع بعض خالص. حطي بقى اي زبده اي سمنه مش مشكله، لو عندك برده اي سمنه حطي، بس خلي سمنه مع زيت او زبده مع زيت اهي. بس انا برجح الزبده لانها لما بتستوي فيها ميه فبتخلي العجين مورق اهي. هوريكم بقى هنعمل ايه دلوقتي. نجيب بقى شويه دقيق. هنفرد بقى العجينه بتاعتنا كده اهي. نجيب بقى ندهن السمنه اللي على الزيت كده معانا اهي اهي. هي الفطيره معاكم اهي، دهنتها بالسمنه على الزيت على بعض اهي. ابتدي بقى ابرمها كده اهي. دي كده هتبقى ايه الفطيره بتاعتنا اللي هنقطع منها على حجم ايه زي ما انا عايزه. ادي الفطيره دي 1 2 3. دي هتبقى الفطيره بتاعتنا. برضه هنحطها فين؟ في مكان فيه زيت اهو. في الصينيه هي اللي انا شلت منها الفطيره اهي.
وخلي بالكم لان اللي هنخلصه الاول هناخده الاول. ناخد رشه دقيق. دلوقتي انا خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفينها اهيت. بصوا انا عملتها ازاي. دول الاولين اللي انا عملتهم. دلوقتي احنا هنعرف بقى في الاخر خالص هنعرف ال2 كيلو دول يعملوا لنا كام فطير. احنا البطات كده اهو. دلوقتي انا سبتهم ايه يعني يريحوا لحد ما خلصت عشان لسه هم هيريحوا تاني. بعد ما اخلص كده فيهم كده اهو. بص كده تمسكيها كده اهو اهي 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 اهي. ترصي بقى رخامه كده زيت كده وترصيها عليها كده. دي اللي انا خلصتهم اللي هم ايه اول واحده. كنت مقطعاها 3 قدامكم. في 3 وفي 3 4 على حسب الحجم اهي. اهي بص اهي. شيلي كده 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 اهي. انا خلصت الكميه كلها قدامكم اهي. طلعوا 19 واحده. دلوقتي انا هسيبهم بقى يريحوا بتاع ايه بتاع ربع ساعه كده. ارجع افردهم بقى عشان نسويهم. دلوقتي الكميه خلصت اهي. انا قعدت بتاع ربع ساعه. هاجي افرد معاكم اول واحده انا حطيتها اهي. بصوا جبت صاج اهو. وده عملت عليه ماده دهنيه وهحطها قدامكم اهي. شايفينهم كده. ثواني بس نقرب دول لورا كده وكده. ثواني كده. بصوا الفرد بتاعهم سهل ازاي عشان هم ريحوا الربع ساعه اللي قلت لكم عليه اهو. بصوا اهو ما شاء الله كميه كويسه يعني ال2 كيلو مطلعين 19 واحده. بصوا اهو. انا الصاج بتاعي بياخد 3 عشان هم صغيرين اهو. وبقششهم برده بالسمنه اللي عندي اللي هي كنت والزيت اللي انا كنت عاملاهم بيهم اهو. ما تحاوليش تفردي قوي عشان ما يبقوش يعني مرققين قوي قوي يبقوا ناشفين ينشفوا لا. يعني يبقوا تخنه يعني ولا تخان قوي ولا رقيقين اهو. ادي ال3 التانيين اهو. وانا كده بولع الفرن قلت لكم من وانا بوططهم. اول ما يسخن ادخلهم على الفرن على الرف اللي في النص على اعلى درجه في الفرن عندك. ده شكل الفطير بتاعنا بعد ما خليت نعمل الفرن اهو. بص اهو. شوف شكله عامل ازاي اهو اهو. 19 واحده من 2 كيلو دقيق. ومعانا عسل اهو جبنه قديمه. ادي شكلها من تحت الفطيره بتاعتنا اهي. ادي من فوق اهي. مقرمش وجميل جدا. ولو عجبكم الفيديو عايزين نوصلكم كل جديد اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. كان معاكم ساميه مطبخ ساميه بنات. بألف هنا.